في العاصمة صنعاء شارع مذبح بعد النائب العام. من هنا مشاهدينا الكرام ستكون وجهتنا لهذا اليوم. خليكم معنا إلى الأهقر محافظة المحويت. مشاهدينا الكرام، بعد ما مشينا من عند النائب العام بتوصل لهنا عند جولة دار الحقر. جات تتجه إلى ضلوع المحويت، اتجه شمالا ها، مش تقولوا ما قلنا لكم. خمسة 35 كيلو من مذبح حتى هذه المنطقة. هذه المنطقة من الكرام تسمى أبلاس، هي منطقة متفرعة إلى شبام وثلا وعمران، وأيضا المنطقة اللي نحن بنزورها وهي الأهقر المحويت. خليكم معنا مشاهدينا الكرام. في هذا السوق طبعا أنت باستطاعتك إذا كنت تريد أن تقوم برحلة أن تشتري أدواتك من هنا. طبعا في أسواق كثيرة على الطريق، لكن يبدو أن هذا أبعد وأقرب سوق للمنطقة. خليكم معنا مشاهدينا الكرام. توقفنا نشاهد أنواع كثيرة من الفواكه هنا في سوق أبلاس، الذي أصبح سوق كبير وملتقى 3 محافظات، وأصبح مع زيارة كوكبان، هذه المنطقة الأثرية والتاريخية. مشاهدينا الكرام، طبعا هذه منطقة شبام كوكبان. هذه المنطقة ساحرة مبهجة جدا، منطقة أثرية تاريخية قديمة على طريق الأهقر. إذا مشيت برا الأهقر باستطاعتك تجزع هذا المكان، تتغدي أو ترتاح أو تأخذ نفس في هذا المكان. طبعا أمامك هنا كوكبان، الله الله يا كوكبان. هنا في هذا المكان طبعا باستطاعتك تجلس انت واسرتك في هذا المنتزه السياحي. طبعا منتزه واستراحه كوكبان، يمكن يستاجر غرف صغيره بترتاح انت واطفالك، انت واسرتك، بتتغدوا وبتجلسوا هنا. ما لكش مزاج تجلس بغرف قد قرفت من الجدران، اجلس لك امام اي شجره، الشجر مليان والطبيعه مليان، او عرض اي حجر، وادكي وخزن
وبافتهن انت واطفالك. منطقة ساحرة مشاهدينا الكرام. نزلنا من كوكبان إلى مدينة شبام كوكبان، هذه المنطقة الأثرية والتاريخية أيضا. فحان وقت وجبة الغداء، فكان لابد لنا أن نزور أشهر مطعم في المنطقة. إنك تكون ماشي على شبام كوكبان وما تجزعش مطعم حميدة، أنت ينقصك الكثير وما زلت كوكبان من أساسا ولا شبام. هذا المكان يعتبر من أجمل الأماكن السياحية التي تقدم الوجبة اليمنية الشهية جدا. مطعم حميدة لا يذكر شبام إلا وذكر هذا المطعم. جزعنا أنا وزملائي طبعا قبل أن نواصل رحلتنا هذا المطعم عشان نتغدي نواصل رحلتنا. عايز المشاهد يجب أن تزور هذا المكان حتى مرة بحياتك، حتى مرة، حتى لا تموت وأنت ينقصك الكثير. أستاذ أروى، المكان ده كم عمره؟ كم تاريخه؟ يجي 50 عام. من مؤسسته أمك؟ من حين أسست أمي 50 عام. وصامت للآن؟ شغال للآن. إيش يقدم المكان ده؟ يقدم أكلات شعبية مثل الغداء، الفطور، العشاء، فندق، كل شيء موجود. مكان سياحي يعني؟ مكان سياحي أيوة. يستقبل الأجانب، يستقبل اليمنيين، يستقبل من أي دولة. شوف شو هو مشهور جدا، إيش اللي يميز مطعمكم على مطاعم الآخرين؟ لأنه مميز ومشهور من وقت أمي الله يرحمها. أكلاتكم ولا أكلات مختلفة وأكلات لذيذة، كل شيء ما شاء الله، كل شيء تمام. الرسالة الآن الآن مع الحرب أثرت على العمل، بس احنا مستمرين في الشغل ما شاء الله موقف رغم الحرب موجود، بس العمل ما وقفش. هل لأنه مكان تاريخي هنا؟ مكان تاريخي ومكان يستقبل الناس كلهم ويدي وجباتهم وطلباتهم، كل شيء متوفر فيه. أشكرك جدا أختي وروى، آسف أن أنا وقفتك، الله يخلي لكم المكان ذا. شكرا جزيلا. شكرا لكم، حياكم الله. ايش اللي يخليك تجي مطعم حميده؟ والله هذا نجي لها من زمان، الله يرحمها حميده طبعا توفت. طبعا في بناتها واولادها بيقوموا بالواجب ومن افضل الاكل. انا طبعا عايش في الخارج انا واولادي، فكل ما اخرج اليمن زياره لازم اجي انا وعائلتي واولادي بسبب الاكل ونظافه الاكل، وحتى عندهم السيرفس يعني الخدمات، يعني بصراحه حاجه كويسه. قبل ما تكون بالخارج اكثر شيء تشتاق له اعتقد الاكل هنا. الاكل اليمني طبعا معروف، لانك في الخارج ما بتلقى اكل بلدك، وهذا شيء معروف. بس لما بتخرج البلاد قدك بتشتاق للسلته، للفته، للخبز، للحاجات هذه. فهذا الذي بيخليك يجذبك لبلدك، لانه مهما تروح في اي مكان في العالم ما بتلاقي الاكل اليمني ولا السبره هذك والخبز اللي على الحطب. حتى لو انا في الخارج طبعا ما بيخبزوا ولا شيء في حطب، كله على غاز، فهمتني؟ حتى ما تلقى الحرض هذا والبرم والحاجات هذه الا هذا. فهذا اللي بيجذب الشخص. يعني هذه من الاماكن اللي لازم تزورها كل ما جيت من الخارج. كل ما اجي من الخارج لازم ازورها بصراحه. اخرج انا عايش في صنعاء، مواليد صنعاء،
وأنا الأصل من مدينة حبابة، فكل ما أخرج لها أنا لازم إني أجي أمر، بالرغم من أخوالي وأنسابي وهذا قريب يعني دار حبابة حوالي 5 كيلو، بس أفضل يعني أجي أتغدى هنا، أفعل هكذا، لازم زيارة، لازم زيارة ممتعة يا رب. الله يكرمك. آسفين خذنا من لا وقتك. ولا يهمك. طبعا بعد ما غادرنا شبام بعد الوجبة اللذيذة اللي أكلناها في المطعم، لأن احنا متجهين للأهجر. أول ما خرجنا من شبام الجو اقتلب أمطار وغيوم. يا الله والبرود، يا الله ما أجمل ريحة الأرض، ما أجمل الجو حقنا. لدرجة أنا طبعا الآن اشتي وصال أهجر مشيش هذا اليوم يكمل، مشيش المغرب يجي، مشيش أروح الأمانة. الله ما أجمل بلادنا يا جماعة، ما أجمل بلادنا. ونحن في الطريق إلى شلال الأهجر استوقفنا هذا المنظر. هذه هي منطقة الأهجر، يا الله على جمال وخضرة، جبال وسهل وتاريخ. هذا المنظر بحد ذاته عايز المشاهد سياحة. هذا المنظر بحد ذاته باستطاعته أن يعطيك طاقة إيجابية ويشيل كل الهموم منك. تعال نغير جو، تعال، أقسم بالله بلادنا ما فيش مثلها. خلونا نكمل رحلة مشاهدينا الكرام لما نصل للشلال. ساعة مشيا في السيارة من العاصمة صنعاء إلى الأهجر، وصلنا إلى مفرق شلال الأهجر. هذا طبعا المفرق مشاهدينا الكرام مشيا بالرجل حتى وصلنا إليه، لكن شاءت الأقدار أن رب العالمين نزل مطر فجأة وازداد الجو حلاوة وازداد الجو جمالا، لكن ازدادت المخاطر. الأهالي قالوا بأنه ربما نحن فوق يجي أمطار يجي سيول مش عارفين ايش يحصل، فحفاظا على سلامتنا وسلامة الزملاء والطاقم قررنا أن ننتهي هنا وما نواصلش الطريق إلى الشلال. لكن في المنطقة أيضا هناك أماكن سياحية أخرى، منها منتزهاتنا سياحية، وأيضا أماكن مليئة بالخضرة والجمال والمياه التي تنبع من باطن الأرض. خليكم مشاهدينا الكرام معنا لنكتشف معكم منطقة الأهجر في محافظة المحويت. تشتهر المنطقة الأهجر بالعيون، هذه عيون المياه، أكثر من 360 عين في المنطقة طول السنة. هذه
الحلقة طبعا صورناها والدنيا قفاف، لكن ما شاء الله شوفوا المياه. هذه المنطقة ساحرة، منطقة طبيعية، خضرة وماء وكل شيء وهواء نقي. يا الله ما أجمل الماء، يا الله ما أجمل المياه وما أجمل هذه المنطقة، منطقة ساحرة بالفعل. عزيزي ايش اسمها هذه العين بصفتك احد ابناء المنطقة؟ هذا شلال الخلتبي، عين الخلتبي اسمها. ليش سميت كذا؟ لأنها يعني سائلة جارية كبيرة. بدأتي من منطقة عليا من الضلع، مش من فوق وهي من عزلة أخرى. صبها هنا، مصبها هنا وتتكون يعني مقسمة 4 ربع دولة المحل الذي هو كذا، ودولة مقسم راسع، وربع قرية العماد، وربع المحجر هنا. ما تنشفش طول السنة؟ دخف، وهو الذي بيعاني من هذا، انه الان بيقوموا بشفطها ناس من وادي غزوان وقرية بيت جعداء. يعني المصبات والمجاري السابقة التي كنا عليها هي كانت يعني انه ينزل الماء كذا مملوك. الان وجدت الموادير، هذه موادير الشفط، بيقوموا بشفطها وينزعوها لأوديان اخرى. يؤثر. والان القضية عند الشيخ المحافظ حصلت قضية وكبيرة، ومعنا محابس في المركزي، ومعنا على الشلل هذا، على اساس انهم بيشفطوها وعلى غير معتادها. المحافظة والناس جميعا والقضاة معنا وقفوهم معنا الان نقوم بيحموا الشلل هذا. في حالة وجودهم بيحموها يجي هكذا طبيعي غزيرة، واذا لم يتواجدوا يجوا يشفطوها، ولا الغيل هي هكذا واصل، هكذا واصل طول السنة. طيب كم منطقة الأهقر في بها عيون؟ هي تشتهر في العيون والينابيع؟ ايوه فيها 360 عين على ما سمعنا الآباء والأجداد. الله. سلام يا روضة الأهجر وغوضة بلادي. ايوه يا حسن واد وحسن واد النعي. ايوه اشكرك جدا، اشكرك جدا. خضراء بلادكم جميلة، منطقة قبلة للسواح، قبلة للسواح فعلا. نعم نعم. أنا أول مرة أزورها واتفاقات. نعم أيوة، هي منطقة جميلة وخضراء والحمد لله، يعني جو نقي فيها من أجمل الأجواء النقية، والزوار في الأعياد توشتهم هذا الخط والثاني والزفلت كلها مليان، يعني يتواجدوا زائرين سياح يعني من صنعاء من جميع المناطق. شكرا جزيلا لك. يلا العفو. سلام يا غوطة الأهقر وروضة بلادي يا خلدها والنعيم. هنا من الأهقر، هذه المنطقة الساحرة المليئة بالخضرة والجمال والطبيعة. إذا أتيت لزيارة الأهقر عليك عزيزي المشاهد أن تزور منطقة جميلة جدا. هذا المنتزه اسمه منتزه الأهقر، مطل على هذا الجمال الساحر. يا إلهي، الأهقر تحتك وأنت فوق. هذا المنتزه طبعا يوفر غرف لك ولأسرتك ولأطفالك. تعال ارتاح، خزن، تغدي، وهذا المنظر سيكون أمامك. هذه المنطقة ساحرة جدا، مليئة بالمياه والطبيعة والخضرة والهواء النقي، حتى أهلها أصحاب قلوب جميلة وأرواح رائعة جدا. طبعا نحن ما طلعناش الشلال لأنه كنا نخاف نقول إنه شيء سيل وأمطار بيشلنا السيل، فقررنا نجينا نشوف هذا المنتزه لكي تكمل رحلتنا في هذه المنطقة الجميلة التي استكشفناها معكم. خلونا نشوف هذا المنتزه، ندخل الغرف، نرتاح، نشوف هذا الهواء الجميل، نستمتع بهذه المناظر الخلابة.
يا صديقي ايش تقول لي المنتزه في البدايه والمنطقه كم تستقبل زوار مثلا في السنه؟ تستقبل زوار بالسنة بالآلاف، بالآلاف زوار السنة. كثير يعني. أيوة كثير. اكثر اوقات يجوا الاعياد مثلا ولا اسبوعيا؟ دائما ها تشوفها دائما، لكن أكثر الأوقات يكون في الأعياد. لكن هي موسم سياحي دائم. موسم سياحي دائم. ايش يميز هذه المنطقه عن المناطق الاخرى يعني؟ يعني خلي الناس يقبلوا عليها بهذه الكثافه. الغيول، غيولها والخضرة والمنظر الطبيعي والشلالات. طبيعه. أجواء، أيوة الطبيعة. تعود الى طبيعتك الانسان. طبيعة الإنسان، طبيعتنا احنا أفضل ناس هنا الحمد لله. عايز تتنفس هواء نقي. نعم نعم. اشكرك جدا. يا الله يسلمك، ألف شكر لك. شكرا جزيلا. طبعا هذه المنطقة منطقة الأهقر هي منطقة سياحية دائمة على طول السنة، طول السنة، والناس يزوروها بكثافة لأنها عايز المشاهد. أنا مش أشرح لكش، الصورة هي تتحدث عن نفسها. هذه الحلقة صورناها في فصل الخريف والأمطار مش موجودة يعني مش متوفرة، فما بالك حينما يجي فصل الصيف وهذه والأمطار ممتلئة وهذا الوادي مليء بالخضرة والشلال ممتلئ بالماء. أعتقد قطعة من الجنة. الله ما أجمل بلادنا وما أجمل مناظرنا وما أجمل بلادنا وما أجملنا كشعب وكبلد. مشاهدينا الكرام، هذه كانت حلقة اليوم من برنامجنا غير جو. نتمنى أن نكون قد وفقنا في وضع النقاط على الحروف واستطعنا أن نستكشف معكم في هذه الحلقة مديرية الأهقر. أنا خالص تحياتي لمحدثكم محمد الصلوي، ومن التصوير محمد المروي وعبد الرب الروضي، وأيضا من الإخراج الأستاذ فضل الزيادي. في أمان الله.